كان اسمها سماح، فتاة بسيطة تربت في حي شعبي، قلبها أبيض، بتحلم بحب حقيقي وزواج يلمها من تعب الحياة. دخلت الجامعة وكان فيه شاب اسمه كريم، وسيم، لبق، كل البنات بتحبه، بس هو كان شايف سماح مختلفة. بدأ يكلمها، يهتم بيها، يوعدها إنها مش زي أي حد، وإنه جاد وعاوز يتقدم لها، وبدأت تحبه. مرت الشهور وهو كل يوم يوهمها بحبه، لكنه كان بيخطط لحاجة تانية. كان بيتراهن مع صحابه إنه يوقع البنت الطيبة دي ويثبت إنها زي باقي البنات. وفي يوم قال لها: أنا عاوز أكلمك في موضوع مهم بعيد عن الناس في البيت، وأقسم لك ما هعمل حاجة، بس ما ينفعش حد يشوفنا، وسمعتك فوق أي حاجة. ترددت، لكنها صدقته، لأنه دايماً كان بيتكلم باحترام قدامها. واتفقوا على الساعة 6 المغرب. لكن في اللحظة دي أخته الصغيرة رونا اللي عمرها 16 سنة كانت شايفة موبايله وشافت الرسائل واستغربت. كلمت والدتها وقالت: ماما، كريم كاتب لبنت تيجي البيت والبيت فاضي. الأم خافت وقالت لرنا: روحي بسرعة قولي له أبوك حصله حادث، وادخلي على البيت شوفي إيه بيحصل. رنا ركبت تاكسي ووصلت قبل سماح ب10 دقائق. دخلت الشقة، لقت أصدقاء كريم قاعدين والجو مريب جدا. قالت لهم بصوت عالي: كريم أبوك في المستشفى. واتصلت بأخوها من تليفون البيت بعدما خبت نفسها في الحمام وصوتها بيرتعش: أصحابك هنا والبنت جاية، وأبوك مش في المستشفى، لكن أنا قلت كده عشان أنقذ اللي جاية. كريم تصدم وساب صحابه وجرى على البيت قبل ما توصل سماح، وفعلا وقفها تحت العمارة ووشه كان باهت. قالها: أرجعي، انسي إني في يوم قلت بحبك، أنا كنت كذاب، بس ربناك أنقذك. ارجعي وادعي لأختي، لأنها أنقذتك وأنقذتني قبل ما أضيع للآن.